kiss for you. نظرا للأساطير الوثنية في اليونان، كان لابد من ربط ألعابهم الشعبية بمعتقداتهم، فقد كانت الألعاب تقام على شرف عدد من حكام الإغريق. وتذكر إحدى الأساطير بأن طاعونا قد ضرب اليونان، وأشار الرهبان إلى ضرورة القيام بنشاط يرتبط بمعتقداتهم، وبذلك ظهرت الألعاب الشعبية. وكان أول ظهور للألعاب الشعبية على شكل سباق جري على الأقدام لبعض الفتيات، وكان السباق على الحصول على منصب راهبة للأميرة هيرا. ومن ثم يقام سباق آخر للفتيات على منصب راهبة الشعائر ومعتقدات المعبد، وبهذا كانت الألعاب الشعبية مرتبطة بهيرا. ولكن رهبان الحاكم زيوس لم يعجبهم هذا الأمر، فصمموا على إقامة ألعاب رياضية منظمة على شرف زيوس نفسه، وكانت البداية في صنع تمثال زيوس، والذي يعد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. الألعاب الشعبية بشكل عام هو شق من الملامح اليومية للإنسان بشكل عام، كان موجود في الحضارات القديمة، الحضارة الفرعونية حتى الإغريقية، نظرا لمتطلبات الإنسان في تدبير الزمن، وحتى أيضا له مجموعة من الوظائف. وتحدث عن ذلك الباحث غوديو في مجموعة من الدراسات، لا سيما المتركزة تحديثا على مفهوم اللعب، مفهوم اللعب والألعاب الشعبية كشق على كل حال من هذا المفهوم. أعتقد على أنه الإنسان طبعه اجتماعي أولا ثم حركي. هذه يعني الثنائية في الإنسان السوي، لذلك فهو مرتبط بمحيطه وبيئته. والألعاب الشعبية والتقليدية يعني ظهرت منذ القدم مع الإنسان عبر التاريخ وعبر مناطق العالم. وإذا كانت هذه الألعاب الشعبية تختلف من زمن إلى آخر،
بفعل التغيرات التي عرفها المجتمع والتطور التكنولوجي والعلمي، إلا أنها بقيت محافظة على أصالتها، وبرزت العديد من المحاولات لتطوير هذه الألعاب من أجل ملائمتها مع المستجدات ولنفض الغبار عنها وجعلها من الألعاب التي تمارس بشكل شبه يومي من طرف الأطفال، الشباب والكبار. وفي هذا الصدد، ورغبة منهم في نفض غبار النسيان والإهمال عن هذه الألعاب التي يرى البعض أنها لم تعد مسايرة للعصر، بادر شباب من ممارسي الرياضات الحربية إلى تجديد وتطوير لعبة أراح المعروفة. كاين واحد التقارب بين مثلا لعبة أراح وما يسمى ضريكتها باللياقة البدنية. يعني اللياقة البدنية كتعتمد على الخفة، تعتمد على حركات. أراح حتى هي كتعتمد على حركات وتعتمد على المناورة. يعني لما عاد الإنسان عنده قوة المناورة وعنده قوة البديهة، راه واعر عليه بالنسبة له يتكلم فرح. أراح ضريكتها والألعاب الشعبية دريك بداو واحد المجموعة من الأطر اللي هما فاعلين جمعويين أو أساتذة باحثين، بداو يقارنوها برياضات أخرى. الرياضات هاي الثانية جبروا واحد التقارب، مثلا أردوخ جبروا واحد التقارب مثلا مع رياضة ثانية. بالنسبة لأراح جبروا واحد التقارب مع اللياقة البدنية، يعني إنسان كيمشي يدير اللياقة البدنية هي نفسها لعبة أراح. أطلق على هذه الرياضة اسم مستوحى من اسمها الأصلي، وأصبحت تسمى أراح تايمودو، وهي لعبة جماعية يمارسها الذكور دون غيرهم في فضاء من الطبيعة، تعتمد على خفة الحركة والقوة والصبر، وتتطلب من ممارسيها التحلي بسرعة البديهة. أراح يعني هذه كيف يعرف الكل عنها لعبة شعبية صحراوية، وطاي هذه تعني كل يعني حركات الصد والهجوم بجميع التقنيات ديالو يعني. ومودو تعني يعني حديث أو جديد. قمنا احنا ودرنا هذه الرياضة يعني فيها يعني زي تقليدي صحراوي، حركات يعني جبناها من البيئة اللي نعيشوا فيها احنا، الخيمة ومكونات الخيمة، الحيوان كالجمل، اللثام حاولنا نوظفوه، وظفناه مولي في الدفاع عن النفس، الضراعة مولي باش دائما يعني إنسان يلبس الضراعة ما هي حاجز قد يدافع عن راسه وهو لابس ضراعة. اللي استنبطناه من الثقافة الحسانية الصحراوية وهو يعني العرض فيه واحد متحامي عليها 4، وحاولنا نوظفوا فيه حركات يعني حركات الخيمة، حركة يعني حركة ديال الركيزة، حركة الجمل، يعني واحد راكب فوق جمله بهذه الحركة، يعني استنبطناها من الجمل باش يدافع بها واحد عن راسه، يعني إلى عاد في موقف خطر. كذلك حركات الخيمة فيهم يعني الخالفة اللي يعني ذاك اللي مدافع عن راسه شد بها، يعني شد بها الخصم ودافع عن راسه. حاولنا من حتى الاسامي يعني الحركات الدفاعيه عن النفس، حاولنا باش نعدلوها بالحسانيه، حاولنا يعني باش نضبطوا هذه الرياضه بقانونها، يعني قانون اللعبه، كيف الكاراتيه قالوا الكاتا، وكيف التايكواندو قالوا البومسي، وكيف الكونفو قالوا الطاولو. حاولنا احنا في رياضتنا هذه أراح تايمودو، هذه الرياضه اللي بدعنا حاولنا نعدلوا شي قالوا الطرحه، يعني طرحه حركات، والطرحه الاولى ترمز الخيمة وتمثل الخيمة فيها جميع الحركات، حركتها كامل بالركيزة بالخالفة
وعلاه عدلنا الخيمة؟ لأنه كيف قلت لك عن الكراطي يقولوا عن مثلا البومسي الأول أو الكاط الأولى ترمز للسماء، والثانية ترمز للأرض، والثالثة ترمز للماء، والرابعة ترمز للنار. هذه فلسفة بوذية الأصل، فيها فلسفة اليين واليانغ. هذا احنا كمسلمين يعني عرفناه غير ما عندنا به علاقة ولا عندنا به اسمه، حاولنا نعدلوا احنا. الطرحة الأولى ترمز للخيمة فقط. لماذا الخيمة؟ لأن الخيمة هي السهل والممتنع، ممكن يقد يبنيها للشير وتبنيها الكهل ويبنيها الكهل وتجي عاصفة، غير تبقى الخيمة ديما قوية وتبقى ديما يعني في بلادها يعني ما يحرك ريح، مع ذاك عندنا فيها قوة. كذلك الجمل، نظرا لقوة الجمل والصبر اللي في الجمل وياس من المسائل زينة في الجمل، حاولنا نولي الطرحة الثانية ترمز للجمل. وانطلاقا من كونها لا تختلف عن ألعاب كثيرة مثل الكاراتي وغيرها من الألعاب الحربية، فقد جاءت هذه المحاولة لنقل هذه اللعبة إلى مصاف الرياضات المعروفة بل المشهورة، ولا تقل في ذلك عن رياضات لها اليوم ملايين الممارسين عبر العالم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة.